السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضروا مع بعض صابلي اللي راه داير حالة تاع المحلات بحجم كبير. تابعوا الفيديو للأخير، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نروحوا لتحضير الوصفة. هنايا استعملت 150 غرام مارغرين تكون بحرارة المطبخ. للأسف أنايا كان عندي في الثلاجة شوية غبني من قعدت استعملت الباتور. فوالا، وضفت له نص كاس زيت ونواصل في الخفق حتى يولي لي هذا الخليط على شكل مرهم. فوالا، نزيد نخفقه جيدا جميع المكونات بهذه الطريقة حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي، ونضيف لهم نص كاس سكر ناعم ونص كاس سكر كريستالي بهذه الطريقة، ونضيف لهم لافاني وقرصة ملح، ونضيف لهم عصير ليمون. انا دايما نفضل الصابلي النكهة بعصير ليمون، وضفت قشور الليمون. فوالا، نخلط السكر قبل ما نستعمل باتر باش ما يطيرش عليا داك الغبار تاع السكر، ونواصلو في الخلط حتى يذوب لنا داك السكر ونتحصلوا على قوام كريمي. بهذه الطريقة نواصل الخفق، نقلع دوك الحواف ونواصل في الخفق. هنا من بعد اللي تحصلت على هذا القوام نضيف زوج حبات بيض كاملين ونخفقهم جيدا حتى يتضاعف لي حجم الخليط بهذه الطريقة، ونواصل في الخفق. نضيف نصف كاس نشا اللي كنت غربلتها سابقا وباكي خميرة كيميائية، ونخلط جميع المكونات حتى يتجانسوا لي بهذه الطريقة. هنايا سي بون، ما نستحقوش الباتور. نجيبو لاماريز ونخلطو الحواف بهذه الطريقة وندمجو جميع المكونات. وهنايا نكون محضرة لافارين، نكون مغربلتها ومخلطتها جانبا. راكم تشوفوا في القوام تاع الخليط كي راه خفيف ومهوي باسكو استعملنا الباتور. هنايا انا نفضل نستعمل يدي باش نتحكم في قوام العجينه. وهنا للعلم الفارينه حسب الحاجه، ودائما الصابلي كما عودتكم الصابلي ما تكتريلهش الفارينه، تخليه فوالا تخليه طري باسكو كل ما تضيفي اذا وسورتو اللي ما استعملش لا تكنيك تاعي اللي ندير به ساشي ودير الفارينه. هنايا غير ما تكترش الفارينه باسكو كل ما تفتحي يكون عندك تضيفي الفارينه وتزيد تيبسلك العجينه. هنايا دائما انايا كما عودتكم لاستيس تاعي ندير الساشي ونفتح العجينه ما يجيني فيها لا تشقاق ولا لي شوت لي بقولي ما يقعدوليش يابسين باسكو ما نستعملش الفارينه. فوالا، نفتحو العجينه ما نفتحوهاش رقيقه ما نفتحوهاش غليظه. هنايا جبت الرولو ودرت الساشي، ونجيب هنايا الكوبات ونسوي الاطراف بهذه الطريقه. نجيبو فرينه ونجيبو هنايا جبت الطابع الكبير، راكم عارفين تاع المحلات تكون الحجم تاعه كبير. نطبعو جميع الحبات. فوالا، هنا نجيبو صينيه تدخل الفرن نديرو فيها بابي كويسون ونفضو الحبه ونحاولوا نحافظوا لها على الشكل والقوام نتاعها بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الحبات، ودائما نحافظ على الشكل نتاعها. فوالا كما راكم تشاهدوا.
هنا كاين اللي هتسائل تقولك كيفاش هادي راها ما طبعتش. هنايا حتى نديروهم في الصينيه باش يحافظوا لنا على الشكل تاعهم، ونديرو الحبات اللي فيهم الثقب. فوالا، هذا الشوت دائما انا نلمه ونخليه جانبا يرتاح ونخليه في الساشي. فوالا، هنا دائما شوفي اللي عندك مول طابع عفوا يكون اصغر حجم من اللي قطعتيه به. فوالا، نطبع حبه ونخلي حبه مبلعه ونطبع حبه ونخلي حبه مبلعه. هنا دائما تحسبي نجيبو فرشات ونقلعو داك الوسط باش نحشوها بالكونفيتور. فوالا، بهذه الطريقه. هنا تكوني مسخنه الفرن تاعك اكيد. وبهذه الطريقه نطيبوهم ونحمروهم، مادابيك طيبيهم مليح. فوالا، من بعد اللي طيبتهم وهنايا حمرتهم مليح مليح باش يعطينا ديك البنه الشابه نتاع الصابلي، ما تخليش ابيض باش يعطيك هنايا واحد الكوش باب. انا استعملت كونفيتور تاع لي زابريكو تاع المشماش. فوالا، ديري في الحبه السفليه وديري عليها الفوقانيه بهذه الطريقه كما تعودنا الصابلي، غير الحجم كبير. في المحلات يستعملوا هذا الحجم واللي يكون عليه الطلب اكيد. فوالا، بهذه الطريقه هنا نكمل الحبات ونشوفوا باش نكملوا الديكور. هنا كنت ذوبت الشوكولا في بان ماري، ما ضفت لها حتى حاجه باش تحافظ لنا على القوام تاعها، ما تضيفي لها لا حليب ولا ماء. فوالا، ندير دي فيل تاع الشوكولا بهذه الطريقه ونعمرو داك الفراغ تاع الصابلي بالمربى. هذا هو الشكل النهائي. ونضيف معاكم حبات بنفس الطريقة راكي تشاهدي، مادابيك ديريهم على ضربة باش الشوكولا ما تجمدلكش. كي عارفة رانا في فصل الشتاء، الشوكولا بالخف تجمد لنا. فوالا، ديريهم ليه مع بعض باه ما تجمدلكش. زيد الحبة هذه هنايا كما راكم تشاهدوا، ونجيب الكونفيتور ونعمر الحبة في الوسط كما درنا في الاولى. انايا نكمل هاد الحبات ونشوفوهم في طبق التقديم. هذا هو صابلي المحلات اللي حضرناه لنهار اليوم بالحجم الكبير اللي راه عامل ضجة. اتمنى تجربوه وينال اعجابكم. في وصفات اخرى، الى الملتقى ان شاء الله.